السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي عمل التعليم صناعة المنظفات. بعد بسم الله، احنا النهاردة بنتكلم عن عفوا الملح العادي وملح المغنيسيوم وأيهما أفضل. وطبعا هنتكلم برضو عن الملح المقرر. طبعا هنتكلم في البداية عن ملح المغنيسيوم. طبعا احنا بنستخدم الإزازة ده في الأول التصنيع علشان خاطر نعالج المية من أملاح. خلي بالكم، أملاح المغنيسيوم واملاح الكالسيوم، فما نرجعش نحط املاح مغنيسيوم علشان نغلظ بيها المنتج. طبعا احنا بننقي الميه من املاح المغنيسيوم لانها ضرر المنتج، فما نرجعش نغلظ بها المنتج. فنخلي بالنا ما نحطش املاح مغنيسيوم، ما نستخدمش املاح مغنيسيوم، ونستخدم. هقول لكم دلوقتي تستخدم اهني افضل ملح. طبعا نيجي بعد كده للملح المقرر، ونصيحة مني ما تستخدموش الملح المقرر برضو. الملح المقرر اللي هو بيكون في اكياس، ملح الصولو او الملح اللي هو اللي بيكون في اكياس في محلات البقاله. وطبعا بيبقى في منه شكاير برضو مكتوب عليها ملح مقرر يحتوي على يود، والاكياس بيكون ملح مقرر يودي. فاليود يا جماعه ضار كتير للمنتج، فنصيحه مني ما حد يستخدم الملح المقرر لانه يحتوي على يود. طب ايه افضل ملح اقدر استخدمه واغلظ بيه المنتج ويكون ضرره قليل؟ افضل ملح تقدر تستخدمه هو الملح العادي جدا، الملح الخشن. الملح الخشن اللي مش ناعم، اللي الملح الناعم ده هو الملح المقرر. يبقى احنا افضل ملح هو الملح الخشن خالص، ارخص ملح موجود في السوق، لان الملح ده بيجي من الملاحات، هو بيجي من المكان اللي هو بيجي منه، وبيجي لك بيتحط في شكاير بدون اي اضافات، ولا يحط عليه يود ولا يحط عليه اي حاجه خالص. فده احسن ملح تقدر تغلص بيه المنتج. طبعا نيجي دلوقتي لطبعا ايه افضل نسبة نقدر نحط بيها الملح. طبعا هي النسبة بتفرق من بين صيف لشتاء، بالصيف والشتاء. طبعا بالنسبة لفصل الشتاء بنستخدم الملح هنا بنسبة 1.5 لكل 120 لتر، يعني كل 120 لتر هنحط لهم كيلو ونص ملح طعام. هيغلظوا تغليظ كويس جدا ومش هيبقى فيه ضرر. نيجي هنا لفصل الصيف بنستخدم الملح بيوصل معانا للمية وعشرين لتر لاتنين كيلو. ده بسبب عوامل الجو، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. بياخد نسبة ملح أكتر، وبتكون مكونش مضرة جدا، كأنك حطيت برضو الكيلو ونص في الشتاء. يعني تشتغل في الصيف 2 كيلو وفي الشتاء كيلو ونص. طبعا يا جماعة وآسف على بالنسبة للتعليقات، لو حد بيكتب لي تعليق وأنا بتأخر في الرد عليه أو ما بردش عليه، فده غصب عني والله، لأني بيجيلي تعليقات كتير وبكون مشغول. اعذروني وغصب عني. طبعا وحابب اشكركم عن الفيديو اللي فات، اللي هو كان ان كنت بقول فيه ان القناه بتتحارب، وطبعا شفت تعليقات جميله جدا. بصراحه تعليقات كتير اسعدتني، وبصراحه يعني انا سعيد جدا بسبب التعليقات بتاعتكم دي، وحابب اشكركم. آه، طبعا يا جماعه عاوزين طلب بسيط، بسيط شويه، طلب بسيط جدا. الطلب ده انا عاوز كل واحد يتعلم من خلال القناه، هيرفع لي فيديو بمنتج من اللي عمله، هيشرح فيه الشفافية بتاع المنتج، هيورينا الشفافية بتاع المنتج، هيشرح فيه المكونات والمنتج ده عبارة عن ايه، وسعره هيبيعه بكام. طبعا هيبعت لي ده كله، الفيديو ده هيبعته لي على صفحتي على الفيس، وانا هسيب رابط الصفحة اسفل الفيديو ده. هسيب رابط صفحة الفيس اسفل الفيديو ده. طبعا يا جماعة الفيديوهات اللي هتبعتوها ديت هتتجمع، فانا بقول لكم لازم تكون قليلة، نص دقيقة. لو كترت دقيقة وهترفع اكتر من منتج، فده كله هيتجمع في فيديو واحد وهنرفعه على القناة، علشان نعرف الناس ان في ناس اتعلمت. وحابب انا رخر اشوف الناس اللي اتعلموا واشوف منتجاتهم، وان شاء الله هتكون منتجات جميلة. فده اول طلب اطلبه منكم، فرجاء تبعتوا لي الفيديوهات دي. طبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك علشان يجيلكم كل جديد من الامل لتعليم صناعة المنظفات. كان معكم اخوكم احمد الكومي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.